الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا مولانا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد من بعد الرضا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، ما علمنا منها وما لم نعلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بلغنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فإذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لا بد أن يذكر مستلزمات هذه العبادة. يعني ليش الله عز وجل يلزم الناس بعبادته؟ وإلا ما يكون إله. يعني ممكن واحد يعبد البقرة، واحد يعبد الشمس، لكن هل للشمس فضل على الإنسان حتى يعبدها؟ هذا ما يذكره القرآن عن الله سبحانه وتعالى. كيف؟ يعني مثلا الله سبحانه وتعالى إذا ذكر التوحيد لا بد أن يذكر دلائل على هذا التوحيد، وإذا ذكر العبادة يذكر مستلزماتها ويذكر ما يتعلق بها. لما يقول سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد، هذا توحيد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. مباشرة تجد الآية التي بعدها تبين الدلائل العقلية أن الله عز وجل هو الواحد الأحد. طيب إيش الآية اللي بعدها لما قال وإلهكم إله واحد؟ إيش الآية اللي بعدها؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه أدلة عقلية تدل على أن الله عز وجل هو الواحد الأحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فوا عجبا كيف يعصيه العاصي أم كيف يجحد به الجاحد. لما يذكر سبحانه وتعالى التوحيد يذكر الأدلة على هذا. ولهذا هنا لما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، مباشرة الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بالله عليكم لما نأكل حبة الرمانة ولا حبة البطيخة، من الذي أودع هذا السكر الذي في البطيخ؟ أصلا هذه البطيخة خرجت من التراب. طيب خلينا نتذوق التراب، هل فيه ذرة حلا في التراب؟ من أين جاء هذا؟ طيب نأخذ أوراق الشجر حق البطيخ ونأكله، هل فيه ذرة سكر؟ نأخذ أغصانها، من الذي جعل هذا في هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى أخرج لنا من الثمرات رزقا لنا. وكذلك المولى عز وجل لما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأرض فرشناها فنعم الماهدون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذا كله دلائل على الوحدانية. ثم يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الآن ما قال لعلكم تعقلون، قال لعلكم تذكرون. نتذكر ماذا؟ نتذكر أن كل شيء له زوج، ومن احتاج إلى زوج للبقاء فهو معرض للفناء. من احتاج إلى زوج للبقاء فهو معرض للفناء. يعني والدي تزوج والدتي فأنجبوني أنا، طلعت أنا وهم ماتوا، خلاص كل شيء له زوج لا بد أن يكون معرض للفناء. وآتي أنا لأكون بقاء لهذا النوع من نوع الإنسان، ثم أتزوج وأخلف ثم أموت.
لهذا إيش الآية التي جاءت بعدها لما قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون؟ إيش الآية اللي بعدها؟ ففروا إلى الله. إيش علاقة إنه زوجين ونفر إلى الله؟ إني لكم منه نذير مبين. شوف، جاء الآن التوحيد. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. لا تجعل مع الله إلها آخر. طيب إيش علاقته؟ ما فهمنا إلى الآن، ما فهمنا علاقة. أي يا أيها الإنسان ويا أيها الكائنات كلها قد خلقتم من زوجين وتريدون البقاء، فروا إلى الله، لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد حتى يبقى، فهو الباقي سبحانه وتعالى بلا فناء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيا من تريد البقاء ويا من تريد الاستمرارية في هذه الحياة، وإن مت تنتقل إلى الجنة، فر إلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد. فر إليه تضمن بقائك، لأنه أصلا سبب خروجنا من الجنة هو أن آدم عليه السلام كان حريص علينا وعلى ذريته وعلى زوجه أن نبقى في الجنة، فجاء له إبليس من هذا الباب قال ما منعكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فاضطر آدم أن يأكل من هذه الشجرة ليضمن بقاء ذريته في الجنة، لكن هو عصى ربه ودخل عليه الشيطان من هذا الباب، فنزلنا من الجنة وخرجنا من الجنة. الآن يقول الله سبحانه وتعالى تريد الجنة، تريد البقاء، فر إلى الله وحده، لا تفر إلى غيره. وذكرنا سابقا أن القرآن العجيب إذا تكلم في حركة الإنسان على الأرض يأتي لها كل حركة لها ما يناسبها من السرعة. فلما تكلم عن الرزق قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. المشي على مهلك، الرزق مضمون وربنا كتبه. لما تكلم عن الصلاة قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والسعي أسرع من المشي. ولما تكلم عن المغفرة والجنة قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، والمسارعة حركتها أقوى من السعي. ولما أراد أن يذكر الجنة العليا قال وسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. طيب لما أراد أن ننطلق إليه ماذا قال؟ قال ففروا إلى الله. والفرار هو أن تفر من شيء خلفك إلى مكان فيه أمان لك، فتكون السرعة أضعاف المسابقة. فروا إلى الله. وأين نفر من الله إلا إليه؟ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه سبحانه وتعالى. هذا التوحيد. ومن حقق التوحيد أعطاه الله فوق ما يريد. لقمان لماذا سماه الله سبحانه وتعالى أنه آتاه الحكمة؟ لماذا سماه حكيم؟ لأن الحكمة تعريفها، من يقول لنا إيش تعريف الحكمة؟ وضع الشيء في مكانه المناسب. فلقمان أول كلمة نصح بها ابنه قال يا بني لا تشرك بالله. هذا التوحيد. إن الشرك لظلم عظيم. بعدين تتفاجأ إنه فجأة كده القرآن يغير الكلام، يقول ووصينا الإنسان بوالديه. طب كان المتكلم كان لقمان، بعدين فجأة المتكلم صار الله، بعدين يرجع يقول لقمان لابنه يا بني إنها أن تكون حبة فتكون في صخرة أو في السماء يأتي بها الله. طب ليش هنا سكت لقمان لما قال ووصينا الإنسان بوالديه؟ أسيبكم تفكروا شوية. طيب نقول وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصواب. لما تكلم لقمان في حق مولاه وأعطاه حقه في التوحيد أسكت الله لقمان وتكلم هو عن بر الوالدين ليبر الابن أباه، كأنه يقول يا لقمان تكلمت عني فأتكلم عنك.
وهذا يا إخواني التوحيد من أعظم أسباب الأمن. إبراهيم عليه السلام يقول: فأي الفريقين أحق بالأمن، أهل التوحيد ولا أهل الشرك؟ ولذلك نقولها لنشكر الله عليها، ثم نشكر ولاة الأمر عليها، قضية أن هذا البلد يرفع راية التوحيد. وما أدراك ما حصل في يوم الجمعة الماضي في الحرم المكي. من الذي جعل هذا البيت آمن ويتخطف الناس من حولهم؟ هو هذا المكان المبارك وهذا التوحيد العظيم الذي جعل أصلا راية لهذه البلاد. فكل من حقق التوحيد، هذا كلام القرآن وليس كلامي، أعطاه الله سبحانه وتعالى فوق ما يريد. وهذا إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد. يقول سبحانه وتعالى عن مكة، يقول سبحانه وتعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إبراهيم إمام التوحيد لما حقق هذا الشيء في قلبه، ألقي في النار، وهو ملقا في النار جاءه جبريل عليه السلام قال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما لك فلا، أما لربي فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. فدخل في النار، ما أن وصل إلى النار فإذا بالنداء الرباني، ربنا ما أرسل ملك حتى يطفئ النار، إنما جعل الأمر مباشر، لأن إبراهيم طلب هذا من الله، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله سبحانه وتعالى آمرا للنار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم دعا الله سبحانه وتعالى الدعوات عجيبة، قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، فجعله الله سبحانه وتعالى بلدا آمنا. إبراهيم عليه السلام قال: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. مكة جرداء ما فيها لا شجر ولا نهر ولا خضار ولا جو حلو، مكة حرارة عالية. والله رحت قبل يومين على مكة، كأنك في الحج، كأنك في الحج. تتذكر دعوة إبراهيم عليه السلام: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إبراهيم عليه السلام يعلم أن مكة ليس فيها شجر، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هو يعلم أنه ليس فيه زرع، لكن ماذا قال؟ قال: وارزق أهله من الثمرات. فإذا بالثمرات تأتي إلى مكة من كل مكان، يعني تجد فاكهة الصيف في الشتاء. ليش؟ لأنه إحنا عندنا دول إذا كان فيها الشتاء يوجد دول أخرى فيها صيف، ففاكهة الشتاء تأتي إلينا في الصيف، وفاكهة الصيف تأتي إلينا في الشتاء، وطول السنة الفاكهة موجودة. لكنك لو ذهبت إلى أي بلد زراعي لن تجد فيه إلا فاكهة الموسم نفسه، ومكة فيها كل شيء. هذا التوحيد عظيم، وهو من أعظم أبواب الإصلاح وأعظم أسباب الأمن. لأنه إحنا عندنا الله عز وجل لما خلق الأرض خلقها وهي صالحة، قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. طيب من الذي أصلحها؟ الله. هل معه شريك؟ لا. إذن أعظم أسباب الإصلاح أن تقول لا إله إلا الله، ولا تنسب أي شيء من الخير إلا لله. أنت بتشهد ولا بتقول لي باقي دقيقة؟ طيب جزاك الله خير. لا تنسب شيء إلا لله. طيب إيش الدليل على هذا؟ إنه الإصلاح لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة. ما هو أعلاها؟ لا إله إلا الله. ما هو أدناها؟ إماطة الأذى عن الطريق. يعني لا إله إلا الله إصلاح ولا لا؟ طبعا أعظم إصلاح لا إله إلا الله.
أعظم إصلاح هو لا إله إلا الله. والحياء شعبة من الإيمان، فصار عندنا مثلث: أول شيء عقيدة، ثاني شيء إماطة الأذى عن الطريق وهو أدنى أنواع الإصلاح، ثالث شيء خلق ذاتي أن يكون عندنا الحياء. فالإيمان جمع كل أنواع الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن هذا البلد، وأن يبارك في ولاة أمره، وأن يبارك في أهل هذا المسجد. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ومن أحببناهم فيك ومن أحبون فيك يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع من كان له فضل علينا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين دائبين إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك الواسعة نستغيث. يا رب أغث قلوبنا، اللهم أغث قلوبنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كما أمنت هذا البلد، اللهم أمن فلسطين، اللهم ردها إلينا ردا جميلا. اللهم فك أسرانا ورد مسرانا واقض ديوننا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.